عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير. اول حاجه ما ننساش نصلي على النبي، وتاني حاجه نحط اللايك. وتعالوا بقى نخش نشوف كده هنعمل ايه النهارده. هجيب كده صينيتين من الصغيرين دول، وممكن تجيبي صينيه كبيره او تعملي صينيه واحده. انا هقول لكم مقادير الصينيه الصغيره دي ونشوف هنعمل ايه. هنا معايا في كل صينيه من دول كوبايه وربع من الرز او كوبايه ونص بالكتير جدا، وهتحطي كمان زيهم كوباية وربع من السكر. والسكر طبعا حسب ما انتي بتحبي، عايزة تحطي اقل عايزة تحطي اكتر براحتك. هتحطي برضو ظرفين من الفانيليا في كل صينية. وكمان هتحطي بقى لزوم ان انتي تعملي كده ايه تست عالي شوية، هتحطي ايه معلقة ونص من الايه من الكريم شانتيه او معلقتين في كل صينية، يعني الكيس احنا قسمناه على الصينيتين. وهتحطي كمان معلقتين من جوز الهند، بيكون حلو جدا وبيديكي طعم مميز وجميل قوي. هنجيب بقى كام مكعب من الزبدة، وممكن تحطي زبدة وسمنة، وممكن تحط بس ما ينفعش تحطي زيت، هو لا زبدة لا زبدة لا سمنة، فاهميني؟ يعني ما تحطيش زيت خالص لانه مش هينفع. احنا النهارده بنعمل الرز المعمر الحلو مش الحادق. طبعا الحادق بتعملي مقاديره بس ما بتحطلوش ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه، غير في الاخر لما يستوي تقومي مخرماه وحاطه له الزيت والسمنه بتوعه. هنا بقى كوبايه ونص من الرز بياخدوا قد ايه حليب؟ بياخدوا كيلو من الحليب. يعني الكوباية ونص من الرز بياخدوا كوباية وربع من السكر، بياخدوا معلقتين كريم شانتيه، معلقتين من الجوز الهند، ظرفين من الفانيليا، كم مكعب من الزبدة كده حلوين، كيلو من الحليب. وهتحطي كمان مع كيلو الحليب كوباية من المية الدافية، متكونش ساقعة، كوباية مية دافية هتحطيهم كده في الصينية. وتدوبي بقى الكلام ده كله مع بعضه كده في الصواني زي ما انتوا شايفين. وبعدين ممكن في المرحلة دي لو انت بتحبي السكر زيادة شوية هتدوقي الحليب بتاعك وتشوفي، لو انت عايزة سكر تاني هتحطي سكر وتظبطي الدنيا يعني. بس هي الصينية الصغيرة دي كان مظبوط جدا، الكوباية وربع من السكر عليها، ولا هو مسكر قوي ولا هو يعني عايز، مش اللي هو مش مسكر، فاهميني؟ فكان حلو جدا جدا. هندوب بقى الحاجات دي كلها، وانا كنت مولعه كمان الفرن ان هو يسخن، وهتحطيه في الفرن على طول. طبعا ما بتغطوهوش بفويل او اي حاجه. تعالوا بقى هنشوف نعمل صينيه ايه تاني. ان شاء الله الوصفه هتعجبكم. ما تنسوش بس اهم حاجه بالله عليكم تحطوا لايك. هنا بقى معايا كيلو من الفراخ اللي هي البانيه، صدور يعني. كنت مقطعاها كده شرايح اللي هو زي شاورما، يعني لان احنا النهارده هنعمل شاورما حلوه جدا جدا. كنت حاطه بقى شويه زيت. هتحطي اول ما تحطي الفراخ هتحطي رشه من الفلفل الاسود، وانا كمان معايا ميه هحط فيها مكعبين من المرقه وشويه ملح، وهسيبها تغلي كده مع نفسها لغايه لما نعمل الشاورما بتاعتنا. هنا الشاورما كانت نزلت السوائل بتاعتها وشربتها وكانت خلاص داخله في السوا. اول بقى كده ما نسمع صوت الطشطشه كده هنبدأ ننزل بالبصل. بس قبل ما نحط البصل هنا بقى كان معايا مكرونه، الميه اللي احنا عملناها اللي هي مرقه الدجاج والملح، هنحط المكرونه. هنا بقى كان معايا كميه من البصل كده حلوه هنبدأ نحطها. طبعا البصل ده كان قبل ما يغلى عشان ما حدش يقول ان احنا الفيديو ده اصلا عندي بقاله شويه يعني. المهم، جبت كده البصل وحطيته. هنحط بقى ايه شوية بهارات حلوة كده عشان الشاورما تكون لذيذة وجميلة كده معانا. هتحطي ايه؟ هنحط فلفل اسود، رشة من القرفة بتديها طعم خيال، وكمان بابريكا. وهتحطي 7 بهارات برضو هتديكي تيست حلو جدا. وتظبطي الملح بتاعك. وحاولي في الشاورما والحاجات دي يا جماعة ما تزودوش الملح، عشان الملح بيكون فيها اما بيكون زيادة بيكونش حلوة خالص. فحاولوا ان انتوا ما تزودوش الملح في الشاورما والحاجات دي، بالذات لو انت مثلا هتحطي زيتون، هتحطي مشروم، الحاجات دي كلها بتكون برضو فيها نسبة من الملح، فانت ما تزودوش الملح. حطوا كده ملح بسيط، الحاجة بتكون طعمها حلوة جدا. الشاورما بقى بعد ما حطيت التوابل كده وماما بدأت ان هي تقلبها كده، عايزة اقول لكم ريحتها كانت قلب الدنيا. والله كانت ريحتها جميلة جدا جدا. والمكرونة كمان بتستوي. هنجيب بس كده شوية من الفلفل وعليهم فصين من الثوم، وهتبدأي تحطيهم على الشاورما بتاعتك. طبعا ممكن تزودي الفلفل اللي انت عايزاه بالكمية اللي انت عايزاها. وحطينا بس فص واحد كده من الثوم، لزوم ان هو ايه يعمل كده تيست صغنطط كده مع الشاورما، هيديكي برضه ريحة حلوة جدا وطعم حلو. هتحطي معلقة من الصلصة او معلقتين، وممكن تحطي ايه معلقة من الهريسة، بس احنا هنحط ايه نص معلقة من هريسة الشطة اللي هي الفلفل اللي احنا عاملينها مع بعض.
بس كده، وهتقلبي الشاورما بتاعتك وهتبقى زي الفل زي ما انتوا شايفين، سهلة وبسيطة وجميلة وريحتها كان هتقلب معاك الدنيا. ما تنسوش تحطوا لايك وتقولوا لي رايكم في الشاورما وفي الرز المعمر، كل ده كان في الفرن. ما تنسوش بالله عليكم تقولوا لي رايكم. تعالوا بقى نخش نعمل شويه بشاميل كده ظراف وخفاف وحلوين. هنا معايا 6 معالق من اللهم صل على النبي من الدقيق، او 7 حاجه زي كده. هتحطي قديهم من الدقيق، يعني هتحطي مثلا 5 معالق سمنة، هتحطي 5 دقيق. هنا كان معانا 8 سمنة، حطينا 8 دقيق، لان احنا كنا عايزين بشاميل بزيادة، عشان احنا عايزين نعمل الصينية بتاعتنا النهاردة هي نجرسكو، بس مش بالمكرونة الاسباجيتي. احنا النهاردة هنعملها بالمكرونة الاقلام عادي جدا، لكن هنعملها سايحة ونايحة كده، وهنعمل فيها حاجات كده جميلة قوي. هنبدأ بقى نحمص الدقيق، وبعدين اول ما ريحته كده تطلع هتنزلي بقى بالحليب بتاعك عادي جدا، بس اهم حاجه ما تخليش الدقيق بتاعك ياخد لون او حاجه زي كده يعني. هتحطي هنا كنا غاليين 2 كيلو من الحليب بالقشطه بتاعته بكل حاجه، هتحطيها كده على وتنزلي كده بيه الحليب مرة واحدة عشان الدقيق ما يكتلش معاكي او حاجة. وبعد كده معايا كوباية من اللي هو المية اللي احنا كنا بنسلق فيها المكرونة، اللي انا منكهاها اصلا وحاطة فيها مرقة دجاج والملح ومظبطاها. هتحطي كده كوباية على البشاميل بتاعك. هنا البشاميل اللي كان خلاص خلص، حطيت بقى رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود، وهتحطي رشة من جوز الطيب، هيديلك بقى تيست للبشاميل بتاعك ما اقولكيش. طبعا احنا كذا فيديو عملناه بجوزة الطيب بقى. اللي ما شافش الفيديو اللي هو بتاع المحشي وطاجن اللحمة اللي احنا عملناه بجوزة الطيب ده، حلة اللحمة مش طاجن، خشوا شوفوها هيعجبكم جدا. هنا بقى ده كان القوام بتاع البشاميل اللي كان تحفة قوي. هنا بقى حبينا ان احنا ننكه البشاميل اكتر، هنحط العلبة دي من القشطة، ونقلب كده البشاميل بتاعنا زي ما انتم شايفين. وتعالوا بقى نعمل الصينية الخطيرة بالبشاميل الخطير اللي احنا عاملينه ده. هتجيبي بقى الصينية بتاعتك، هتحطي في قاع الصينية بشاميل، عشان يكون من تحت المكرونة تكون بشاميل كده كتير، يعني فاهمينه احنا بنحب البشاميل يكون كتير في المكرونة، يعني احنا بنحب كده جدا. هتجيبي بقى المكرونة بتاعتك كانت بقى سخنة وجميلة كده، هتحطي عليها شوية بشاميل محترمين، كام كبشة كده زي ما انتم شايفين. والشاورما هي كانت ورا، وكان كل حاجة متحضرة وسهلة وبسيطة، يعني مفيش دبكة أو أي حاجة. هتقلبي بقى المكرونة في البشاميل، ولو حسيتي إن هي محتاجة بشاميل تاني هتحطي، وتقلبي كده زي ما انتوا شايفين المكرونة سايحة نايحة كده في البشاميل. هتحطي بقى نص الكمية من تحت، وبعدين النص التاني من فوق اهو زي ما انتوا شايفين كده. حاجة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا جدا. ما تنسوش يا جماعة تحطوا لايك بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم اهو بصوا. حطوا بقى اللايك للفيديو واتفرجوا عليه هيعجبكم جدا اهو. وتسوي بقى المكرونه بتاعتك، لو حسيتي من الجوانب ناقصه مكرونه او حاجه هتبداي ان انت تحطي برضو وتظبطي الصينيه بتاعتك. هتجيبي بقى الشاورما. طبعا الشاورما دي ممكن تعمليها على صينيتين، احنا حاطين الكيلو كله في صينيه واحده ده، عشان يعني الشاورما تكون كتيرة كده في الصينية وكده، لكن انت ممكن تعمليها على صينيتين عادي جدا اهو. ده شكل بقى الصينية بعد ما خلصناها، حطينا الشاورما وسوينا كله. تحطي برضو كبشتين كده من البشاميل، عشان تكون البشاميل من كل حتة فيها. وبعد كده هتحطي بقى باقي المكرونة بتاعك عادي جدا اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى يا جماعة، احنا هنا هنعمل حاجة يعني اكيد احنا مش بناكل يعني او مش هناكل المكرونه زفره او فيها اي حاجه، لا. هنا انا ما كانش عندي جبنه موزاريلا او حاجه، فانت ممكن تحطي البشاميل كده وتحطيه في الفرن عادي جدا، بس انا عايزه اديها وش كده يكون حلو. هتجيبي بيضتين، رشه من الملح والفلفل الاسود، ومعلقه من السمنه، وتحطيهم على وش الصينيه. عايزه اقول لكم والله العظيم طعمها بيكون حلو. واكيد اكيد يعني احنا مش هناكل حاجه زفره، ان الناس تقولك دي المكرونه كده تبقى في زفاره ومش عارف وكده. لا خالص والله، يعني اكيد احنا مش هناكلها زفره. وبعدين احنا بنحط رشه من الملح والفلفل الاسود عشان تمنع اي حاجه. تعالوا بقى نشوف الجمال ده بعد ما طلع. بص صواني بقى الرز المعمر، عايزه اقول لكم كانت ريحتها قلب الدنيا والله، كانت حلوه جدا بقى، وتعمليها في الشتاء اللي احنا فيه ده هتدفيكي. بصوا اصلا شكلها كان عامل ازاي بسم الله ما شاء الله، يعني كانت حلوه جدا جدا وطعمها كان خرافة. بالذات بقى اللي احنا عاملينها بالزبدة، وحاطين كريم شانتيه، وحاطين كمان الفانيليا بقى، والحاجات دي كلها مديها تيست
يعني عالي قوي زي ما انتوا شايفين كده، شكلها كان تحفة. وهنا كمان كان يعني كمان سخنة، فانت ممكن تستني لما تبرد هتديكي برضو ايه، تقطعي الخرطة بخرطتها كده زي ما انتوا شايفين. تعالوا كمان كده بقى نشوف المكرونة البشاميل اللي احنا عملناها. بصوا شكلها اصلا خطير يا جماعة والله العظيم، شكلها كان حلو جدا جدا. وعايزة اقول لكم بقى، تعالوا كده نشوف شكلها. طبعا انت لو عايزة المكرونة بتاعتك متماسكة هتسيبيها طبعا بتاع حوالي ربع ساعة او حاجة، ان هي ايه، تمسك في بعض كده. لكن احنا بنحبها تكون كده ايه، مليانة كده بشاميل، ويكون فيها زي ما انتم شايفين. بصوا المنظر بذمتكم، ايه رأيكم في المنظر ده؟ بصوا بسم الله ما شاء الله والله العظيم، كان طعمها وريحتها حلو جدا. وزي ما انتم شايفين كده البشاميل يعني عامل فيها ازاي، بصوا كانت طعمها خطير خطير. جربوها بالطريقة اللي انا بقول لكم عليها دي، هتعجبكم جدا جدا. والبشاميل كده يكون كتير فيها، وحطي قشطة ونكيه البشاميل بتاعك، هيديكي طعم حلو قوي. اهو زي ما انتم شايفين ده كان الاكل بقى معانا، وكمان طلعنا كده شوية زيتون. رب يكون الاكل عجبكم. لو عجبكم بقى متنسوش تحطوا لايك وتقولوا لي رايكم ايه في الاكل. واستنوني بقى في فيديو جديد، وده برضو الرز المعمر. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.